الناس اللي بيبقى خلاص مضطره ان هي تجيب عربيه، فانا كنت بنصحهم ان هم يجيبوا عربيات مستعمله. ففي عربيات مستعمله تقدر تجيبها على طول كاش، وفي انت مش هتقدر تدفع الفلوس كلها فلازم تجيبها بالتقسيط. فمهم رحت لمعرض محمد فهمي للسيارات وصورت فيه عربيات هناك ونزلتها لكم. الاول الناس تعترض، انت مش بتراعي الناس اللي عايزه عربيات في رينج من 100 ل 200 ل 300، والاستيراد اللي انت بتجيبه كله عربيات بملايين. طيب رحت جبت لكم العربيات المستعمله دي بالتقسيط، كمان تقسيط مباشر. برضو الناس قالت لا ده الفوائد عاليه. طيب ما هو انا قلت في كذا مره يا جماعه ما تروحش للتقسيط المباشر الا لو انت مش قادر تروح للتقسيط العادي. يعني ايه؟ يعني النهارده لو انت عندك مشاكل في بنوك او عندك مشاكل مع بنك او عندك مشاكل في الاي سكور فمش قادر تروح تقسط عربيه مع البنك، خلاص ما في بنوك دلوقتي كتير بتقسط عربيات مستعمله، يعني مش لازم يكون معارض يعني. فلو انت عندك مشاكل مع البنك يبقى خلاص انت مضطر ان انت تروح للتقسيط المباشر. عندك مشاكل مثلا في ان البنك سواء انت مثلا عميل سلبي، يعني عميل عندك مشاكل مع الائتمان، او مش قادر توفر الاوراق والمستندات اللي هم عايزينها علشان تقسط، فانت حاليا كده اسمك ايه؟ اسمك عميل متعثر، مش هتعرف تقسط مع بنوك، فبتروح على طول للتقسيط المباشر. التقسيط المباشر بيبتدي من 20% فوائد لغايه ال 25%. طبعا دي ارقام كبيره، بس هو ليه بيعمل كده؟ لان الريسك عنده عالي. انت النهارده البنك لما بيدي لك 14% فوائد وبرضه بيبقى ضامن فلوسه عن طريق ايه؟ عن طريق الاوراق والمستندات اللي بيطلبها منك، وبعدين بينزل يعمل معاينه على الكلام ده، فعشان كده ضامن فلوسه. انما اللي بيقسط تقسيط مباشر ده عنده قصه ثانيه خالص. هو انت ما عندكش الحاجه اللي تخليه مطمن ان فلوسه مضمونه، فعشان كده الريسك عالي، فبالتالي الفوائد عاليه. انا ما بقولكش روح هنا ولا روح هنا، انا بحاول اوجد لك حلول عشان لو عايز تاكل لقمه عيش بعربيه ومش عارف تتقسط مع بنك ومش عارف تشتري كاش ومش عارف تشتري عربيه جديده، فانت بشوف لك حل تاني يساعدك، مش اكتر من كده. فما يبقاش جزائي في الاخر انت تطلع وتشتمني وتهاجمني. انا مش عايز منك حاجه والله، ولا عايز من اللي بيبيع لك حاجه، ولا عايز منك حاجه. انا في النهايه بحاول اوجد لك حلول مختلفه علشان لما تيجي تاخد قرار يبقى قدامك كذا حل فتعرف تاخد قرار مناسب. العربيات المستعمله بالذات اللي هتلاقوها عند المعارض اللي بتبيع تقسيط مباشر 100% لازم تكون نظيفه جدا، فبالتالي برضو لازم يبقى سعرها عالي شويه عن اللي موجود في السوق. اللي موجود عند الاشخاص بيبقى عربيه موجوده عند شخص خلاص هو عايز يبيعها، سواء كان متضرر ماديا فعايز يسيل العربيه فممكن تبقى العربيه كويسه، او في نفس الوقت يكون العربيه خلاص بدات تتعبه فهو عايز يخلص من العربيه علشان مش عايز يصرف عليها مصاريف صيانات وسمكره ودهان ومش عارف ايه وكده. فهنا انت هتروح للشخص ده هتصرف وراه، يعني هتاخد عربيه مستعمله وهتبتدي تصرف من وراه. انصحك ان انت برضو هتاخد العربيه من اي حته لازم تكشف كويس جدا، وهقول لك دلوقتي في اخر الفيديو تبص على ايه وانت بتشتري عربيه مستعمله. بس يعني انا بحاول اشرح الموضوع بمنتهى البساطه علشان بس ايه الناس ما تبقاش ايه متخيله ان انا كل الهدف ان انا اعمل فيديوهات واخد واعمل اعلان لمعرض. انا ولا بعمل اعلانات ولا بعمل اي حاجه، وكل الناس اللي انا صورتها تقدروا ترجعوا تسالوها هتعرفوا اللي انا بقوله ده صح ولا غلط.